يا مساء الخير عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهارده بقى جاية لكم كده بحاجة مميزة جدًا، حاجة أول كده ما نشم ريحتها تحسوا كده إن إحنا دخلنا عالم تاني، عالم كده كله سكر وزبدة وسحر كده، إحنا بنتكلم عن حاجة مش أي حاجة، إحنا بنتكلم عن البريوش. يعني الناس بقى اللي بتحب المعجنات، لو انتوا اول مره تسمعوا عن البريوش اربطوا كده بقى الحزام وجهزوا بطنكم واستعدوا معايا كده ان انا اقدم لكم احلى واطعم وصفه بريوش انتوا ممكن تاكلوا. عجينه غنيه جدا وطعمها جميل قوي، ومش بس كده، عجينه كمان تنفع حلو وحادق. انتوا شايفين الهشاشه والطراوه بتاعتها تحفه. كمان هعملها لكم كده بطريقه مميزه، وشايفين الشكل بتاعها. يعني احنا ممكن كده نزود كمان طعم مميز، يعني مش هنخليها بس بالعسل، احنا هنخليها كمان بالسكر والقرفة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. معايا نص كيلو من الدقيق او حوالي 550 جرام من الدقيق، حطيت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. جبت كده حوالي ربع كوباية من المية الدافية، وحطيت فيها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة سكر. سبتهم يخمروا، وحطيت على الدقيق بقى كده نص كوباية من السكر العادي او السكر البودرة زي ما انتوا عايزين. وبعدين خفقت كده بيضتين في جنب وحطيت عليهم فانيليا، واحط كله مع بعض. وجهزت ربع كوبايه من الرايب، والبديل علبه زبادي. نزلت كده بيه الخميره لما هي خمرت معايا، وبعدين حطيت اللبن الرايب والبيض ونص كوبايه كده من الزبده حوالي 100 جرام. قلبته كله كده مع بعضه، وممكن كمان نحط معلقتين كده كبار من الزيت، وحوالي كوبايه الا ربع من الحليب. السوائل كده بالنسبه ليا كانت ممتازه جدا، ما حطيتش اي حاجه تاني غير اللي انا قلت عليها كده. والعجينه ملزقه وطيعه جدا، حلوه قوي. يعني امشوا على الطريقه بالظبط كده هتطلع معاكم العجينه تحفه. شرط ان انتوا بس تعجنوها حلو جدا لحد ما تلزق. انا عايزاها تكون بتلزق كده في الايد، يعني شفتوها بتلزق، ما تضيفولهاش دقيق خالص. هي مميزاتها ان هي كده تبقى عرقها كده شديد وحلوه معانا. خلاص خمرتها، ابتديت بقى ان انا كده بقى ايه اكورها كور حلوه كده نسبيا. بعدين ابتديت ان انا اجيب كده كل كوره وافردها كده على الرخامه بتاعتي، وابتدي ان انا اعملها كده زي حبل طويل. اخدها كده والفها بقى حوالين بعضها زي ما انتوا كده شايفين الاشكال. يعني ممكن اعملها ضفيره، وممكن اعملها كده رول بيلف كده حوالين نفسه. يعني اعملها كده حبل طويل ورول كده حوالين نفسه. والشكل التاني ان انا ممكن اعملها ضفيره. اي شكل انتوا عايزينه، هي في كل الاحوال طعمها يجنن. شرط يا جماعة ان العجينة اول مرة ان احنا نسيبها تخمر كويس، وبعد التشكيل اللي انا بعمله ده زي ما انتوا شايفين قدامكم ان انا اسيبها تخمر تاني، عشان العجينة بتاعتنا تبقى مفتحة كده من جوه وهشة ومش مكتومة. الناس اللي بتعمل معجنات يا جماعة، العجينة عشان ما تبقاش مكتومة معانا لازم إن إحنا نخمّرها على مرّتين. في طبعًا في ناس كتير عارفين الحاجة دي، وفي ناس طبعًا لسه بنات مبتدئة كده ما يعرفوش الحاجة دي. أنا كده بقى ده الشكل التاني اللي هو شكل الضفيرة. باجيب يعني إيه، حبلين كده طوال من العجينة، وابتدي إن أنا أضفّرهم كده مع بعض، وألِف برضه كده أرُولهم حوالين بعض يعملوا لي شكل القمر ده. خلاص كده أنا كوّنت كده بقى كل الأشكال. أنا ما عملتش بس غير شكلين، وهُم دول الشكلين السايدين كده في البريوش. أسيبه يخمر، وبعدين أنا دهنته قدامنا صفار بيض ولبن ومعلقة كده من الفانيليا. بفضل في الوصفة دي الفانيليا السايلة، بتدي طعم حلو قوي. دهنته وسبته يخمر تاني، وبعدين دخلته الفرن على درجة حرارة عالية. يعني ما أخدش ربع ساعة، لأن هو خلاص كان هش معايا كده وانتفخ من التخمير للمرة التانية. خرج بقى، اديته كده ايه رشة من المية عشان يفضل طري، او تغطوه بفوطة سخنة. وبعدين طبعا دهنته كده بمعلقة من الزبدة السايحة. والتركة بقى الجميلة قوي اللي هتنقل طعمه في حتة تانية خالص، ان انا رشيته شوية من السكر البودرة والقرفة. طعمه خطير وتحفة ويجنن. الوصفة النهاردة كانت حلوة قوي، جربوها فعلا، الطعم ولا أروع. ولو عجبتكم وصفة النهاردة بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أنا ديجا ودي قناتي، أشوفكم على خير الوصفة الجاية. باي باي يا حبايبي.